أبو الدحداح مسلح جهادي جزائري ألقي القبض عليه قبل شهرين. فيديو اعترافاته الذي بث أمس وبأنه كان يحرك خيوط المظاهرات من خلال فيسبوك أحدثت موجة من السخرية وعدم التصديق في الجزائر، خاصة بين ناشطي الحراك السلمي. هو من أقدم المسلحين الجزائريين، اسمه الحقيقي حسن زرقان من الأخضرية جنوبية شرقية العاصمة. أبو الدحداح قضى 26 عاما في الجبال في صفوف الجماعات المسلحة، بدءا من الجماعة الإسلامية المسلحة إلى جماعة السلفية للدعوة والقتال، إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغيرها. ألقي القبض عليه يوم 17 من ديسمبر عام 2020. هكذا ظهر نحيفا قليل الوزن أثناء إلقاء القبض عليه في عملية للجيش الجزائري. عندما نتحدث عن الجبال الجزائرية فنحن نتحدث عن مناطق وعرة معزولة موحشة تماما، كانت وما تزال معقلا للمسلحين. في هذه الصورة يظهر مرتديا الطاقية الأفغانية في ولاية جيجل شرقية البلاد. بعد شهرين كاملين من اعتقاله ظهر في التلفزيون الجزائري الرسمي يدلي باعترافات، بدا مرتاحا ومتعاف، وهو يدلي بتفاصيل علاقته بعدد من المعارضين في الخارج وكيف نسق معهم لتحريض الجزائريين للتظاهر في الحراك. حراك مازال هذوك مفتوحه في التويتر. تبعوني انا افراد في الحراك مثل بودرة تبعني في السمانه الاولى، تبعني في الفيسبوك. انا فتحت في الصفحات واتصلت مع الصفحه اللي فتحت فيها في الفيسبوك، اتصلت بها بامير دي زيد واتصلت بها باعضاء مراشد. طبعا ألقي القبض عليه في ديسمبر 2020 وليس 21، لأننا الآن في 21 ونحن في شهر فبراير. على العموم، ما الذي يجعل الحركات الجهادية المسلحة تفكر في اختراق الحراك السلمي من خلال مواقع التواصل؟ هكذا يجيب أبو الدحداح. احنا حبينا الفكره نتاعنا، الفكر المسلح والفكر الجهادي والعنف، حبينا ننشروه للمجتمع الجزائري عبر هؤلاء. هذا الامير دي زاد ودهينا وعربي زيتوت. اتفقنا كيف نطيحوا النظام هذا. هما يحرضوا باش يحرضوا الحراك هذا بالسلميه، وحنا ندعموهم السلاح. وكيف سما كانت تحولت الى ثوره، حنا كنا نبازوا عليهم ثم باش يحرضوا الشباب، يحرضوا الشباب الحراك، يحرضوه. وجه الغرابة في هذه الاعترافات أنها تأتي في وقت وجه فيه ناشطون في الحراك نحو مدينة خراطة شرقية البلاد طبعا، وفيها خرجوا في مسيرة رفعوا شعارات الحراك المعروفة لتغيير النظام في الذكرى الثانية لانطلاق المظاهرات السلمية. كان الجزائريون أوقفوا التظاهر بسبب جائحة كورونا، والآن مع الانخفاض الكبير في نسب الإصابة بالجزائر يحاول الحراك النهوض من جديد. على نطاق واسع اعتبر ناشطو الحراك أن هذه الاعترافات هي محاولة لوصم مسيرات الحراك بالعنف وبأنه مخترق من طرف المتشددين. هذه عينة من الآراء. هنا يقول المراقب الشرعي، دعونا نأخذكم إلى التغريدات التي نحاول قراءتها. الياس فيلالي يقول: مع حكاية أبو الدحداح تأكدوا أن النظام يعيش آخر أيامه. أما حمزة عتبي فله هذا الكلام، يقول: أبو الدحداح لما كان حاملا للسلاح في الجبل ما كانش يشكل تهديد، ولما بغى يناضل سلميا مع زيطوط وأمير دي زاد أصبح يشكل خطرا على الوطن. أما شريف يونس فيقول: لماذا الأغلبية تستغرب تصريحات أبو الدحداح؟ ألم يحمل أمثال هؤلاء وحلفائهم السلاح ضد بعض الدول مثل ليبيا وسوريا وحتى الجزائر في التسعينيات؟ لماذا أنتم مستغربون؟ لماذا لم أستغرب إطلاقا اعترافاته، فكل هؤلاء الذين ذكرهم مستعدون لحرق الجزائر من أجل العودة إليها ودخولها على ظهر دبابات. أما هنا نجيب بالحمر فيكتب هذا النجيب: هل هناك إهانة يمكن أن توجه للجزائريين أكبر من القول بأن سلميتهم التي رسمت صورة مشرقة عنهم في العالم وجلبت لهم الاحترام هي مجرد لعبة يمسك بخيوطها إرهابي مقطوع عن العالم منذ عام 1994؟ أما إيدير دحماني
أبو الدحداح في الجبل وعنده كونكسيون كيدير 5 صفحات فيسبوك وتويتر وتليجرام، وأنت من شارع ديدوش مراد الصورة ما تطلع لك. غريبة أمور الإرهاب في بلادي. في الحقيقة أنه عندما اعتقل أبو الدحداح قبل شهرين هذا ما وجد بحوزته بحسب صور وزارة الدفاع الجزائرية: هواتف، نقالة ذكية، وشرائح إلكترونية لتخزين البيانات، ما يعني أنه هو أو من ساعدوه كان لديهم نشاط إلكتروني، لكنه ليس دليلا على صحة اعترافاته. أبو الدحداح تكلم عن تنسيقه مع حركة رشاد المعارضة والقيادية السلفي فيها مراد دهينة، وعن الناشطين مثل اليوتيوبر أمير ديزاد، وعن العربي زيتوت وغيرهم باعتبارهم يمثلون التيار الإسلامي ويستخدمون فيسبوك لتحريك الشارع ونقل أخبار فيديوهات المظاهرات. الاعترافات هذه اعتبرت محاولة من الحكومة الجزائرية لعرقلة عودة الحراك بربطه بالإرهاب، بينما يقول الناشطون إن وجود الإسلاميين في الحراك لا يعني بالضرورة أنهم يتخذونه مطية للإطاحة بنظام الحكم. بالنسبة للناشط الإعلامي عبدو سمار، هذه الاعترافات لأبو الدحداح تكرس اتجاها مقلقا للحكومة الجزائرية نحو التعامل بعنف وقسوة مع أي تجدد للمظاهرات منذ نجاح مظاهرة خراطة أمس. Une préparation à la légitimation de la violence contre la rue et contre le Hirak. On est en train de préparer la rue ou l'opinion publique nationale et internationale à une prochaine répression, à des potentielles atteintes aux droits de l'homme. On est en train de vouloir absolument associer dans l'imaginaire collectif des Algériens et de la communauté internationale باللي هادو الحراكيين عندهم علاقه مع الارهاب، مع جماعه الارهابي. هذا كي نحكموهم، كي نعذبوهم، ولا كيش ما نديروا لهم ما ظهر. بالنسبة للحكومة الجزائرية، مظاهرات الحراك حق لكل المواطنين ومطالبه استجيب لها، وهكذا علق وزير الاتصالات المتحدث باسم الحكومة عمار بالحيمر يقول إن الدولة باركت وحمت الحراك الشعبي وقامت بدسترته وتلبية مطالبه المشروعة. الوعي واليقظة والحذر من الأخبار المغلوطة والإشاعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب الحذر من الأخبار المغلوطة.